البنت دي كانت بتاكل 10 اطباق نودلز في كل وجبه، وكمان ساعات بتاكل نصيب المدرسه نفسها. المدرسه شافت ان مدخراتها خلاص هتخلص من ورا البنت دي، فقالت لها ان ابوها اللي كان مختفي بقاله سنين راجل اعمال غني. على طول قررت تبعتها تدور على ابوها، لكن البنت الكيوت قالت عايزه اكل طبق كمان. المدرسه ساعتها جريت جهزت شنطتها وقالت لها يلا امشي دلوقتي دوري على اهلك. اول ما البنت وصلت المدينه لمحت ست عجوزه غنيه وقعت فجاه وتعبت. البنت جريت عليها وادتها حبايه دواء، وبعد شويه الست فاقت على طول. ولما كانت هتشكرها اكتشفت ان البنت مشيت. الست العجوزه امرت رجالتها يدوروا عليها. في الوقت ده البنت كانت سايبه المكان بسرعه ومن غير اي فلوس. قعدت على الرصيف تاكل عيش ناشف مع راجل فقير وفرحانه. الراجل الفقير استغرب من شهيتها الكبيره ومش عارف يعمل ايه، وفجاه ظهر الرصيف كله عربيات فخمه. طلعت الست الغنيه لقت البنت. اول ما شافتها فرحت جدا وامرت حراسها يدوها كارت بنك فيه 10 ملايين دولار مكافاه ليها. الراجل الفقير ما كانش مصدق. عشان يتخلص من البنت اللي بتاكل كتير اقترح على الست الغنيه انها تتبناها حفيده ليها، لكن البنت قالت انا باكل كتير قوي وممكن حضرتك ما تقدريش عليا. الست لقيتها عسل كده ومش قادره تقاوم، وافقت تبقى حفيدتها. ولما رجعوا البيت الست العجوزه جهزت كل الاكل الحلو والبنات عشان البنت تاكل، وقعدت تبص عليها وهي بتاكل ومبتسمه ومرتاحه. في اللحظه دي ابنها المدير التنفيذي سي او رجع البيت. البنت جريت عليه ونادت له بابا، لانها عرفت انه ابوها اللي ضايع من زمان. الراجل لما شاف ضحكتها افتكر بنته اللي غابت عنه وقرر يكون ابوها، لكن ما كانش عارف ان البنت اللي قدامه دي هي بنته الحقيقيه اصلا. بعد كده الراجل جهز لها حلويات كتير. البنت كانت مبسوطه بس في نفس الوقت متلخبطه، هو ليه بابا قاعد على كرسي متحرك؟ ففتحت عينها اللي بتشوف بالاشعه وشافت ان رجليه متغطيين بضباب اسود، وده معناه ان ابوها عنده مشكله.